صلوا على النبي يا جماعة نكسب معاكم صلاة النبي. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. النهاردة قصتي مع أمي. أنا اللي أمها ظلمتها، أنا اللي أمها افترت عليها وبعتها، أنا اللي أمي عرضتني لكل واحد. ما تيجوا نسمع القصة ونعرف بنت أولى جامعة بتقول إيه وأمها عملت فيها إيه، وإيه حكاية الراجل اللي أكبر منها ب35 سنة، وإيه حكاية الراجل اللي كان مزاجه أمها مش هي. تعالوا بينا نسمع القصة كاملة ونعرف الفلوس الكتير دي جت منين والبنت دي اتظلمت إزاي. صاحبة مشكلتنا النهاردة بتقول إن هي في أولى جامعة، بس قبل ما تبقى في أولى جامعة كانت عايشة مع أسرة سعيدة جدا. الأب والأم اللي ما خلفوش غيرها، وأبوها كان حنين عليها وكان حاططها في ورقة سلوفان، يعني ممنوع اللمس ممنوع النظرة. كان أب غالي وعارف إن معاه جوهرة غالية، كان نفسه في يوم من الأيام يوصلها لبيت جوزها وتعيش حياة كريمة. لكن الأم كان ليها رأي تاني. هنقول رأي الأم بعد ما نعرف إيه اللي حصل. طبعا الأب كان غالي بنته جدا، والبنت طول عمرها حبيبة أبوها. طيب إيه اللي حصل؟ في يوم وليلة وهي في الثانوية العامة الأب مات. البنت كانت حالتها النفسية وحشة جدا، والأم كمان، لكن زعل الأم ما طولش كتير، والبنت كانت متأثرة قوي قوي. خدت الثانوية العامة بطلوع الروح زي ما بيقولوا من كتر ما حزينة على أبوها. لكن بعد ما خدت الثانوية العامة والأم بقى ابتدت تشيل المصاريف وتحس إن الدنيا ضاقت وإن الأب كان شايل هم كبير، من هنا بقى الأم ابتدت تفكر. البنت دخلت الجامعة وقالت أنا دخلت أولى جامعة ولقيت والدتي بتقولي مبروك يا حبيبتي، أنا لقيت لك عريس. عريس؟ عريس إيه يا أمي؟ أنا عايزة أتعلم، عايزة أكون ليا مستقبل أو يكون ليا مستقبل، أرجوكي. قالت لي لا، أنا ما صدقت لقيت واحد غني ومبسوط وهيسعدك، وهو ده اللي هيعوضنا الفقر اللي جالنا بعد أبوكي ما مات. لقيت امي ابتدت تكركب الدنيا حواليا، انا عايزه عمليه وعايزه علاج وعايزه. طب انا اجيب منين يا امي؟ مفيش، معاش ابوكي ما بيكفيش. وافقي على العريس ده بس بشرط. العريس ده بيقول ان شرطه انه يتجوزك بعقد عرفي ويتجوزك معايا هنا في الشقه. يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل فرح زي البنات؟ يعني انا مش ههيص كده واجيب فرش جديد ويبقى لي شقتي؟ ازاي يا امي؟ قالت لي هو ده شرطه. هو غني جدا لانه كمان متجوز واحدة تانية وعنده ولاد، بس عايز يتجوز زوجة تانية وتهننه وتدلعه وتفرفشه وتعمل كل حاجة. طيب يا امي وبعدين؟ قالت هيدينا مبلغ كل شهر وهيدفع مهرك مبلغ كبير وهتتجوزي في الأوضة دي وهجيب لك أوضة نوم جديدة وبتاع. المهم أمي رتبت الدنيا كلها، وجاه اليوم المنتظر اللي المفروض هشوف فيه العريس. واول ما جه وانا طالعه اقدم له القهوه اتفاجئت. فين العريس؟ ماما فين العريس؟ ماما العريس فين؟ بصيت لي وبرقت لي كده وبرقت، قلت ايوه بابا العريس جاي لوحده ليه؟ هو العريس فين يا ماما؟ ماما العريس فين؟ وفضلت على كده، ماما العريس فين؟ ماما العريس جاي امتى؟ ماما بابا العريس جاي ليه؟ واتفاجئت وكانت الصدمه ان العريس هو الشخص اللي عندنا، اللي أنا كنت فاكراه أبو العريس، اللي أكبر مني ب35 سنة. انتوا فاهمين؟ يعني أكبر من أبويا، أكبر مني ب35 سنة. بصيت لها كده وقلت لها إيه ده؟ حطت لي فلوس قدامي وقالت لي بصي أهو، شايفة مهرك قد إيه؟ يلا بسرعة اعملي لي توكيل علشان إحنا هنكتب عند المحامي. قلت لها ليه؟ أنا المفروض دلوقتي معدية السن القانوني نكتب عند مأذون. قالت لي لأ، شرطه عند محامي وهو جواز برضه، واعملي لي توكيل. عملت التوكيل زي أي بنت بتسمع كلام أمها اللي واثقة ومتأكدة إن هي مش هتخذلها أبدا أو تفكر إنها تعمل فيها حاجة وحشة، مطمنة لأمي. المهم
طبعا اتجوزنا، وكان بيجيلي في الأسبوع مرتين عند أمي، يقعد شوية ويفضل قاعد لحد العشاء، لحد الساعة 1، لحد الساعة 2، يخلص اللي بيخلصه ويقعد شوية، وأنا كنت بستنى بفارغ الصبر الكام ساعة اللي قاعدهم إنها تجري، لأنه كان عامل زي الطور بالظبط، وأنا عيلة صغيرة وعصفورة، فكنت تعبانة جدا، مش قادرة استحمل. لكن أمي كانت كل ما أجي أتكلم تحدف فلوس في وشي. ابتدت أمي تديني مصروف كبير جدا، وكمان ابتدت تجيب لي أشيك لبس. أيوة، وكمان يعني كل اللي أنا عايزاه كانت بتديهولي. بعدين عدى شهر، 2، 3، 4، ولقيت ماما بتقولي خلاص يا حبيبتي جوزك طلقك. قلت لها ايه؟ طلقني ليه يا امي؟ انا عملت ايه؟ قالت لي خلاص يا حبيبتي معلش جوزك طلقك. طبعا انا كنت مش فاهمه حاجه من الاول للاخر، انا اتجوزت ازاي واتطلقت ازاي؟ كل ده بالتوكيل اللي مع امي اللي هي مفهماني بيه كده. قالت لي التوكيل ده يطلقك ويجوزك. خلاص يا امي. قعدت شويه وقلت انتبه لمستقبلي، لكن ماما عجبتها اللعبه، جوزتني مرة تانية لواحد برضو أكبر مني. يا أمي في إيه يا أمي؟ قالت لي يا بنتي هم دول اللي معاهم فلوس لمهرك، هم دول اللي هيصرفوا علينا، هم دول اللي هنحوش منهم فلوس تنفعنا في الزمن الأسود اللي احنا فيه ده. وبرضو جوزتني بنفس الطريقة وعند المحامي، وبرضو بنفس التوكيل، وقعد معايا شهر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وبعد كده برضو طلقني بنفس طريقة أمي اللي أنا مش عارفة أفهمها. اتجوزت كتير جدا، وكل ده في سنة واحدة، وبعديها دخلت سنة تانية وجالي عريس تاني. يا أمي قالت لي لا بس ده صغير بقى، ده صغير. طبعا أنا فعلا كنت جميلة جدا ومغرية جدا، وأمي كمان كانت حلوة جدا. المهم اتجوزت الصغير اللي دفع فيا مهر كبير برضو، وكمان كان بيديني فلوس شهرية أنا وأمي ومغرقنا بالفلوس. عدى أول شهر وتاني شهر، كنت جاية من الجامعة وبفتح باب الشقة سمعت صوته هو وأمي في غرفة النوم. تخيلوا بقى، تخيلوا جوزي هو وأمي في غرفة النوم، وبيقول لها اللي انت تأمري بيه انا هعملهولك، وبيدفع لها فلوس. اتصدمت صدمة جامدة جدا. ومن هنا بقى عرفت حقيقة أمي، عرفت الموضوع كله، وعرفت اللعبة اللي كشفها لي الزوج اللي ظبطته مع أمي، اللي ما طلعش زوج أصلا. أيوة. المهم ايه اللي حصل؟ دخلت زي اي زوجة غيرانة على جوزها او اقول ايه ده، وشفت امي في وضع ما حدش يشوفه، وشفت كمان جوزي اللي ما طلعش جوزي في وضع زبالة جدا وقذر جدا. المهم زعقت زي اي زوجة، في ايه وايه ده وانتوا ازاي تعملوا كده، وايه ده يا امي ده جوز بنتك، وايه وايه وايه. وقلت لهم هبلغ البوليس، ومعرفش جطري الجراءة ازاي ان اقول كده، وهتهمك بالزنا وهتهمك. قال لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي انت بتقوليه ده؟ اتصلي بالبوليس وقولي له جوزي بيخوني مع امي، انا اصلا مش جوزك. قلت له ايه؟ قال لي ايوه انا مش جوزك. قلت له ازاي؟ احنا مش كاتبين كتابنا عند المحامي. قال لي محامي مين يا شاطره؟ فوقي. وراح عامل لي كده وقال لي فوقي، انت امك بتبيعك وبتبيع شرفك وبتقبض عليكي. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبصيت لامي اللي كانت بتحاول تلم نفسها من على السرير وتستر نفسها باي حاجه قدامي. قلت لها ردي، قولي لي في ايه؟ حكالي الصدمه ان امي ضحكت عليا وقالت لي ان هي بتجوزني، بس للاسف امي بتبيعني، انا لا متجوزه ولا في اي عقد رسمي يثبت ان انا اتجوزت في يوم من الايام. امي ضحكت عليا وباعتني وباعت جسمي علشان الفلوس. ايوه، امي ضحكت عليا وعملت فيا كده اللي راجل واتنين وتلاتة واربعة وخمسة علشان الفلوس. طبعا لما عرفت كده ماليش حق اصلا اني اعترض انه نايم مع امي او مع غير امي، وجري وساب البيت،
وقعدت اعيط وانهارت، وقلت لها انت ليه عملتي فيا كده؟ قالت لي كنا هنجيب فلوس منين؟ طيب قلت لها طيب تبيعيني انا؟ تبيعي بنتك؟ هو انت مش زي ما تمنيتيش انك تشوفيني عروسه مستوره في بيت جوزي؟ انت ازاي الفلوس هي اللي تعميكي؟ ده احنا لو هناكل لقمه بملح ما تعمليش فيا كده. وانهارت وبكيت وسبت لها البيت ورحت اخدت سرير في اوضه للمغتربين، صحابي مأجرين شقه، وقعدت واشتغلت، وشفت حته محل كده راعى ظروفي وكان بيخليني اطلع شفت بالليل، والحمد لله انا مبسوطه ومش عايزه ارجع لها تاني. طيب ايه مشكلتنا النهارده بقى؟ مشكلتنا النهارده ان هي في عريس متقدم لها. طبعا مش هنقول معاها في الجامعة، بس ولد من اللي بيشتغلوا معاها في المحل اللي هي شغالة فيه أعجب بيها جدا وعايز يخطبها. طبعا هي قصة كفاح حلوة قوي وظلم ما بعده ظلم. هي بتقول يا ترى أصرحه بكل الماضي ده، أصرحه بكل دون علشان ما اخدعوش واغشه، واقول له ان انا كنت مظلومة وان امي هي اللي عملت فيا كده، وانا قسما بالله كنت فاكرة نفسي متجوزة، ولما عرفت ان امي كانت بتبيعني سبت لها البيت والدنيا ومشيت عشت لوحدي. قوليله، قوليله ايوه، انا بقولك قوليله، وفي نفس الوقت بقولك ما تقوليش. انا مش عارفة، انا حيرانة، انت بنت محترمة واتظلمتي. طب هي تعمل ايه يا جماعة؟ في نظركم وتخيلكم كده هي تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ تروح تقوله ان هي اتظلمت وتحكي القصة اللي انا حكيتها لكم دي كلها ليه وهيتقبلها؟ انتوا كرجالة معايا في البرنامج ومتابعين قصص وحكايات هدى، تخيلوا لو انتوا في نفس الوضع ده والبنت اللي حبيتوها جاية تقول لكم انا كنت واحد اتنين تلاتة، هتوافقوا؟ طب اكتبوا لها هتعمل ايه وتتصرف ازاي. قولوا لها، قولوا لها وساعدوها. البنت مجني عليها، البنت لا حول لها ولا قوة، كانت نفسها تعيش حياة كريمة. طب يا ترى تروح تعمل العملية المعروفة جدا عشان ترجع بنت تاني ولا ايه؟ تعمل العملية دي وما تصرحوش، ولا تصرحوا وممكن يسامحها وممكن لا؟ يعني ممكن تكسبوا وممكن تخسروا. طب يا ترى لو كسبته واتجوزته، يا ترى هيعايرها في يوم من الايام ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا مش عارفه حل، بس عارفه انك الغش حرام، وعارفه كمان ان الستر مطلوب، وان انتي مالكيش ذنب في اي حاجه، واخلاقك كويسه، وانتي كنتي بتتعاملي على انك زوجه مش ست من بنات الليل الوحشين. فانا بعد تفكير اقول لا، ما تقوليش، لا، استوري نفسك واستوري حياتك، وعشان تعيشي زيك زي اي بنت. مفيش راجل بيقبل ان ست كانت لراجل واتنين وتلاتة وعشرة، ده حتى لو كانت متجوزة رسمي وجت تطلق بعد 3 جوازات او 4 جوازات بتبقى محطوط عليها علامة اكس. صدقيني، ما تقولولوش. وبرضه اسألي، اسألي شيخ، اسألي الناس اللي معايا في الصفحة وهم هيقولوا لك تعملي ايه وتتصرفي ازاي. حبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، رجاء من كل حد سمع القصة ووصل للمرحلة دي انه يكتب ويقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.